ولينا خايفين، كنخرجوا خايفين في ديورنا خايفين. والامن ما عرفتش البلاد فيها رجاله ولكن ما باينينش. بغينا نعرفوا الرجاله فين مخزونين، فين كاينين، اللي عندهم روح المواطنه، اللي خدموا هذه البلاد بروح مواطنه، ماشي بالغش وبالرشوه وبقلة الايمان على البلاد. لان بلادنا زوينه ولكن ما زويناش، موسخه، الناس فيها اوباش، الناس فيها موسخين، زناقين موسخين، الكراسعه موجودين، زعما واحد الحاله اللي هي ما كتشرفش المغرب وما كتشرفش. زعما سي دوماج الملك الحسن محمد السادس راجل طيب وراجل يعني عنده واحد العطف، والعطف ديالو استغلوا واحد البعضين وكيخدم وما كرهش هاد البلاد كيفاش رجع السجن والشباب يرجعوا ما عرفتش كيفاش يكون. ولكن حتى واحد ما كاين اللي كيعاونو، ما كاينش اللي كيعاون داك السيد نهائيا، بوحدو كيطير وكينزل والرجاله اللي معاه. وكنقولها انا دابا واللي بغى يسمعها ولا كانت التلفاز غتسمعها ولا تا الجرائد يسمعوها، ما كاينش رجاله في المغرب. وانا كنقولها شخصيا ديما فين ما نمشي كنقول اش هاد الفوضى، ما كاينينش رجاله، فين هاد الرجاله؟ لا رجاله لا عيالات. تبعوا المظاهر وتبعوا الفلوس وخلاو البلاد وخلاو الشعب ضايع، الشعب ضايع ولا خاص الشباب ضايعين تا هما ما لاقين فرص العمل، ما لاقين فرص الترفيه، ما لاقين يعني ما كاين والو. يعني الناس اللي هما المسؤولين الكبار ويمكن لي نهضر معاهم وما كنخاف من حتى شي واحد، المسؤولين الكبار اللي هما عندهم زمام الامر ديال الدوله هذه، فهما كيشوفوا ريوسهم وكيشوفوا واش يخليو لولادهم واش يكنزوا لولادهم وما عندهم سكر. بقات المغرب على 100,000 قطعه وما شبعوش، شعبويه ما شبعوش. هادشي اللي غادي نقول انايا. سي دوماج على المغرب، لان انا كنخرج برا وكنمشي لبرا وكنعيش برا، وملي كنجيو لهنا تصور عندي جوج شبان قدك ما بغيتش يدخلوا للمغرب، تيقولوا كيخلعونا الناس، عسالي الضرب هذا كيخلعونا الناس موسخين، كيبانوا لنا موسخين، الزناقين موسخين، النظام ما كاينش، لا شكلاتهم بحال ما كايناش، البوليس اللي خصو يراقب وزاره النقل. انا كنهضر مع وزاره النقل اللي خصها دير واحد المجهود كبير في السيركيلاسيون ديال كلشي، في الطوبيسات، في الطرامات، في الناس اللي كيسوقوا، شي كيسوق الشرق شي كيسوق الغرب، شي غادي هكا شي داير لا بوزيسيون ما فهمتش انايا فين هما الرجال اللي يحكموا البلاد، فين هما؟ الا كانوا ميتين الله يرحمهم ويخليو شباب اخر اللي عنده روح المواطنه، بحق روح المواطنه ماشي روح الجيب. ما عندنا ما نديرو بروح الجيب نخاف باش ندير جيب ونعيش انا، لا روح الوطن. حيت الا كان عندك روح الوطن كتفديه بولادك وبروحك، ما عندكش روح الوطن ما كتفديه لا بولادك لا بروحك. وديما كنتمنوا عندي روح مواطنه على بلادي، لحقاش كنخرج بلدان الناس وكتجيني غيره على بلادي، من ناحيه النظام ديالهم ومن ناحيه القوانين ديالهم ومن ناحيه المسطره اللي هي مسطره ديمقراطيه. خلينا من حقوق الانسان اللي بان في المغرب وهو ما كاينش حقوق الانسان. ما يكذبوش على الناس، ما يكذبوش على الشعب المغربي انه كاين حقوق الانسان. حيت كون كانوا حقوق الانسان يكون الكرويله ما تكونش، ولكن هذاك اللي حاط الكرويله ديالو واحد نص متر ما عندوش حق يحطها. وكنقولها انا نيت مول الكرويله، كنقول ايه بشحال القطعه، تيقول لي بالضبط ب 6 دراهم، كنقول ليه علاش 6 دراهم؟ كتخلص الضريبه؟ ما كتخلصش الضريبه، كتخلص البلاصه اللي واقف فيها. لا وعارف هاد البلاصه ماشي ديالك وديالي وديال اي مواطن اللي واقف فيها. لا المخدم كيجي ياخذ، الشيخ كياخذ، رئيس الجماعه الحضريه كياخذ، وهما كياخذوا وانا نخلص. هو يدير الفيلا وانا نخلص على ضريبه باش انت تبيع لي القطر 6 دراهم. لا سي با سوفيزون. الحكم ديال عبد بن كيران زيرو. عبد كيران يمشي ياخذ تقاعد يجلس. بن كيران يمشي ياخذ تقاعد يجلس، لانه هو من الجيل القديم لا ما عرف والو وما قاري والو وما دار والو. كاع داكشي اللي قالوا داروا. انا بعد كده شخصيا ما عمري غنتاخذ في حياتي. علاش؟ ما ننتخبش. على ما غنتاخب؟ علاش فار؟ ما غاديش ننتخب. على ما غنتاخب؟ هذوك اللي كيترشحوا كاملين شفار في نظرك؟ لا مش فار في نظري، لانه اللي كيترشح وكياخذ الكرسي ما كيبينش روح المعنويه المواطنه ديالو، ما كيبينش خدمته. باش غادي يخدم؟ باش شد الكرسي وربح فلوس وباش يشفر باش يقسم المغرب على 100,000 قطعه. واش محمد السادس باغي؟ راه ما تنساش اولدي انا الا كنا عندي جوج الاولاد وراجل وداري راه ما كنبقاش عاقل على عساك. محمد السادس شحال يقدو او باش كيخدم معاهم، هي كيخدم مع اوباش مع ناس اللي هما ما عارفينش بالقيمه ديالها. والحمد لله ونشكروا اللي عندنا مدير دوله ملكيه، لانه كون ما كانش دوله ملكيه راه هذا ما كياكل هذا. حنا ديجا عندنا الملك وهذا كياكل هذا، اما الا ما كانش راه هذا الريوس غتولي تقطع وتحط عند الباب. لان انا شخصيا فين ما كندوز كنهضر بهذا روح المواطن، كنقول يا ريت كون عطاوني سلطه هي لازم ندير اول حاجه نديروها هي ندير الصهار وندير هتلر في المانيا كل من هو اوباش نخشي بداك الفران. يلا